لو الحكاية فيها إن فيتو. اللحمة عندنا ب50 جنيه. وقبل كده وقبل كده كان ب45 جنيه. غالي الأيام دي؟ لا غير من قبل رمضان. من قبل رمضان بسبب الذبايح كبيرة وكده بتبقى غالية. ايه؟ الذبايح بتبقى غالية نفسها، الذبيحة لما بيجيبوها. وهتغلى في أيام العيد ولا إيه؟ الله أعلم. لسه معرفش. في العادة كل سنة العادة بتغلى. طب والإقبال عليها بيبقى قد إيه؟ ايه؟ الإقبال عليها دلوقتي وبعد مثلا أسبوع مثلا بعد اسبوع مثلا هتبقى ممكن تكون زي ما هي. زي ما لكن هي. لما يكون هيقرب العيد بتغلى شوية. يعني هي هو موسم يعني. أول الموسم. تمام. بتغلى وبتعلي سعرها والكلام ده. الذبيحة بتقف على كام كده؟ لا مش كل الذبايح، معاك بيبدأ من أول 8000. 8000 اللي هو الجمل الصغير تقريبا؟ 8000 7000 دي البداية. احنا معاك لحد 20000 25000. تمام. بس في الحقيقة احنا ما كناش بنسمع الكلام ده الأول خالص. كانت كل حاجة رخيصة وكل حاجة حلوة. دلوقتي مش عارفين فيه. مفيش. والغلابة برضو بتشتري وكله بيشتري. كله بيشتري. حتى الناس اللي ما بيجيش بتشتري عامة في الأيام العادية بتشتري. كله بيشتري عشان احنا يعني يعتبر أرخص ناس في البلد عندنا. لكن مفيش حد بيبيع أرخص مننا، احنا الناس الوحيدة اللي بتبيع ب50 جنيه. 50 جنيه. أمال عامة بتبقى عاملة كام؟ ليه؟ عامة بتبقى عاملة كام؟ بتبقى عاملة كام ازاي يعني؟ اللحمة عامة في أي محل تاني. يعني بتعمل 60 65. احنا بنبيع ب50 بس. تمام. وهي اللحمة وهي كل حاجة. نفس الفلوس. بس احنا يعني ايه نراعي ربنا في شغلنا شوية. تمام شكرا. اما حضرتك كل يوم بتغلى بس الجو تعبان والسبوبه هي اللي بتغلى. ومفيش بيع ولا شراء. تمام. الإقبال عندكم في ناس جديدة بتشوفوها الأيام لا دي؟ لا 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 الإقبال ضعيف قوي. الذبائح الكيلو العجل عامل 36 والخروف 38. تمام. الكيلو أنت بتبيعه بكام؟ 75. 75. عندك زباين أساسية بتيجي؟ تمام. الأسعار هتغلى فيما بعد ولا هتفضل زي ما هي؟ طبعا هتغلى. يعني على كام؟ يمكن توصل أكتر من 80. أكتر يعني 85. 85. عجالي وإيه تاني؟ دندوز وبتل وضاني. لا مش هتغلى ان شاء الله. مش هتغلى على العيد يعني. الذبيحة عاملة كام؟ الذبيحة بيجيبوها عاملة كام؟ يعني بيتباع دلوقتي بالألبان الكيلو ب 33.